النهاردة بقى انا هعمل معاكم صنف من اهم الاصناف اللي بتتحط على السفرة المصرية. هنعمل الجلاش باللحمة المفرومة على الطريقة المصرية. ده بقى اهم صنف عندنا، يعني مناسبة، عزومة، تقضية، مش عايزين نطبخ، عايزين نعمل حاجة سهلة وسريعة. ده بقى معشوق الجماهير، ده ما فيش حد ما بيحبوش. هعرفكم النهاردة الطريقة بتاعتي في عمل الجلاش، ازاي يطلع معاكم مقرمش من بره وطري ومورق من جوه كده بأبسط طريقة. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ بصوا، كان نفسي اسمعكم صوت القرمشة. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. متنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبتدي هنا بتعصيج اللحمه. رفعت الحله بتاعتي على النار ونزلت فيها بمعلقتين من الزيت. انا اللحمه بتاعتي لين خالص، ما فيهاش اي نسبه دهون. ونزلت ببصلايه كبيره كده، انا مش فرماها في الكبه ولكن مقطعاها تقطيع صغير بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. اديت للبصلايه تقليبه وبعدين نزلت عليها برشه من الفلفل الاسود. ومعايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. عايزين بقى تقللوا، عايزين تزودوا زي ما انتوا حابين، ممكن تحطوا كيلو الا ربع، ممكن تحطوا اقل من نص كيلو، نص كيلو بس زي ما انا عملت كده، زي ما انتوا حابين. وهنستمر كده في تقليب اللحمه لحد ما لونها يبقى بالشكل ده وتخرز معانا. واول ما لونها بقى بالشكل ده نزلت عليها بالملح بتاعي. الملح طبعا نسبي، ظبطوه حسب الذوق. ونزلت بنص معلقه من الفلفل الاسود وبربع معلقه من الكمون. ونزلت كمان بسنه من القرفه، يعني رشه بسيط خالص من القرفه عشان القرفه طعمها حاد فبتبان قوي. وبرشه بسيطه من السبع بهارات او البهارات الموجوده عندكم. وبعدين نزلت عليها بمعلقتين صغيرين من الصلصه الجاهزه او معلقه كبيره. واستمريت في التقليب كده لحد ما يعني مدة دقيقة بعد ما ضفت لها الصلصة. وبكده العصاج اللحمة بتاعنا جاهز. بصوا الجمال. ومعايا هنا بقى 3/4 كوباية من الزبدة السايحة. هي مش سخنة طبعا، انا سيحتها زبدة بلدي وبعدين سبتها لما بردت كده. ودهنت قاع الصينية بالزبدة كده زي ما انتوا شايفين. وهننزل بقى هنا بورقة ورقة كده، يعني انا مش بدهن ورقة ورقة، انا ما بين كل ورقتين بحط زبدة عشان الزبدة ما تبقاش تقيلة فيها. وبنظبط كده بقى من الطروف، وما بين كل ورقتين بندهن بالزبدة بتاعتنا. ممكن تعملوا ميكس ما بين الزيت والزبدة، بس انا بضيف لها زبدة بس بتكون احسن. ممكن تعملوا ميكس ما بين السمنة والزيت، السمنة والزبدة زي ما انتوا حابين. وهنا نزلت فردت نص كمية الجلاش بتاعتي وبعدين نزلت بكمية اللحمة بتاعتي كده في النص وسويتها زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ ننزل بنص كمية الجلاش التانية. بصوا، انا طبعا علشان الصينية بتاعتي يعني صغيرة مش واخدة الورقة كويس، فانا بتني الورقة مرة من الناحية دي ومرة من الناحية دي عشان ما يبقاش الناحية دي فيها كلكعة كتير او الناحية دي فيها كلكعة كتير. وبكده بتطلع مظبوطة جدا. ولكن لو الصينية واخدة الورقة كلها مش هيبقى معاكم اي مشاكل. وهنبدأ بقى نقطعها التقطيع التقليدي بتاعنا مربعات. ويفضل انها تتعمل في صينية مستطيلة مش مدورة، بتسهل عليكم كتير جدا. وهنا بقى نبدأ نعمل الحاجة اللي هنسقي بيها الجلاش. معايا بضاية كده كبيرة ونزلت عليها برشة من الفلفل الاسود وبنضربها كويس قوي كده بالشوكة قبل ما نضيف عليها الحليب بتاعنا علشان ما تكتلش بقى ونقعد نضرب فيها 50 سنة. بصوا، نزلت عليها بنص كوباية من الحليب وبمعلقتين صغيرين من البيكنج باودر. هنا البيكنج باودر بقى مهمته معانا في ارتفاع الجلاش، خليه مرتفع جدا. انا ما ضفتش ملح، هي بضايه كبيره، رشه فلفل اسود، نص كوبايه من الحليب ومعلقتين من البيكنج باودر، وضربتهم كويس قوي ووزعتهم على وش الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قبل ما تدخل الفرن. طبعا هنا الفرن بتاعنا مسخن مسبقا على درجه حراره 200-220. الفرن المسخن مسبقا عشان اول ما الصينيه تدخل الفرن تبدا تبقبق وتنفخ معانا. وعلى الرف اللي في النص طبعا ما شغلتش الشوايه خالص،
هو الفرن بيوزع حرارته، مبنشغلش الشواية خالص عشان ما يتلسعش معانا. ما شاء الله شايفين الجمال بجد، هو بيتكلم عن نفسه. ده فطير يا جماعة، بصوا اكنه فطير مشلتت مش جلاش ابدا. بصوا مورق بقى كده من جوه وطري ومقرمش من بره، حاجة كده بجد خطيرة. عايزاكم تجربوا الطريقة وتقولولي ايه رأيكم فيها. انا اشهر واحدة في عمل الجلاش يعني، وعيلتي كلها تشهد بكده. وبس كده.